تعالي اما اقولك ازاي تعملي مهلبية قمر الدين من غير ما تشتري قمر الدين نفسه، وهتعمليها بمكونات موجودة في كل بيت، سهلة جدا وسريعة وطعمها لذيذ جدا، وهتطلع معاكي احلى من اللي انت بتعمليها بقمر الدين نفسه. علشان قمر الدين الاصلي احنا عاملينه معاكم على القناة، سهل جدا وسريع، وان شاء الله لما تعملوه هتشوفوا الفرق، هتلاقوا اللي انتوا عاملينه في البيت احلى من اللي انتوا بتشتروه من بره ب100 مرة. هنجيب كده لفة منه وهننزل بيه في قلب الحلة، وهنضيف عليه كوبايتين من المية. وطبعا لو حابه تكتري ميه انت هتحطي الكميه اللي انت عايزاها، وبعد كده هتاخدي الحله وهتحطها على النار، واقعدي قلبي 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 فيها لغايه لما قمر الدين يفك معاكي. بس اهم حاجه التقليب المستمر، ولما تتاكدي ان هو فك تنزلي عليه بكيس من الفانيليا، وطبعا السكر حسب الرغبة، يعني على حسب ما انت بتحبي. وبعد كده هتقلبي كويس لغاية لما السكر كده يدوب معاكي، وهتجيبي معلقتين من النشا علشان احنا حاطين كوبايتين من المية، يعني لكل كوباية من المية احنا بنحط معلقة من النشا. وهتنزلي على النشا بشوية صغيرين من المية وهتقلبيهم لغاية لما تفك معاكي، وهتنزلي بيها كده بالتدريج على قمر الدين، يعني ايد ماسكة النشا وايد بتقلب علشان ما يكتلش معاكي بالشكل حضراتكم شايفينه ده كده، لغاية لما يربط معاكم ويبقى عامل زي المهلبية. اهم حاجة التقليب المستمر علشان ما يعملش كتل. وبكده المهلبية بتاعتنا بقت جاهزة معانا، هناخدها وهي لسه سخنة كده هنوزعها في الاطباق، وهنزينها بجوز الهند وزبيب. طبعا ممكن تزينوها باي مكسرات موجودة عندكم في البيت. وبكده عملنا مع بعض مهلبية قمر الدين طعمها لذيذ جدا، وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا علشان هي تستاهل التجربة. ومن فضلكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين اجرب معاكم اي وصفة اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هجربها معاكم. واستنونا في فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين.